ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس اللي بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اكتر من حاجه مهمه. اولا اختبارات نادي فيوتشر اللي هتبقى مجانا بدون اي سعر استماره، هنتكلم عن الميعاد والمواعيد المطلوبه وكل حاجه. تاني حاجه هنتكلم عن اختبارات نادي المقاولين وازاي ان هو مش هيطلب منك مقابل مادي، وازاي ان هو لغى الاستثمار وبقى نادي بدون مقابل مادي وهيرجع ليه نادي المقاولين اللي كلنا كنا نعرفه زمان. تالت حاجه بقى ودي المهمه، ان شاء الله باذن الله هنظم لكم اختبارات نادي المقاولين وهكون موجود معاكم في الملعب، فهاخد رايكم اذا كنت اعمل الخطوه دي ولا لا، والحمد لله ان شاء الله هقدر اعملها باذن الله، وان شاء الله هقدر افيدكم فيها. هنتكلم عن كل التفاصيل دي في فيديو النهارده، عشان كده كمل الفيديو للاخر، فيديو مهم جدا وما تفوتش فيه اي حاجه من الثلاث حاجات اللي انا قلتها دي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. زي ما قلنا كده في فيديو النهارده هنتكلم عن ثلاث حاجات مهمين. هنتكلم عن اختبارات نادي فيوتشر ودي هنخليها في الاخر. هنتكلم عن الحاجه الثانيه والمهمه عن اختبارات نادي المقاولين، والثالثه قلنا هنتكلم عن تنظيم اختبارات نادي المقاولين. نادي المقاولين السنين اللي فاتت كان نادي استثماري، كان كل ما تنجح بيطلب منك فلوس. السنه دي غير القطاع بالكامل وغير كل المفاهيم في قطاع نادي المقاولين. ابتدى يعلن عن عدم وجود استثمار في النادي، هيرجع تاني يدور على المواهب، هيرجع تاني يستثمر في المواهب. فبقى دلوقتي حاليا بقى يدور على المواهب فعلا، ولف كل المحافظات عشان ينقي افضل مواهب في مصر تقدر ان هي تنضم لقطاع نادي المقاولين. والفتره الجايه هيعمل دوري اكاديميات في نادي المقاولين برضو عشان يقدر ان هو ينقي مواهب من خلال الاكاديميات. ودي حاجه مهمه جدا شفتها، هيرجع قوه الناشئين تاني، تبقى خطوه الانديه كتير ان هي ترجع وتلغي الاستثمار تاني، طالما هو عنده الامكانيات الماديه اللي يقدر بيها ان هو يصرف على القطاع ويعمل قطاع محترم وقطاع يقدر ان هو يستفاد منه في المستقبل من خلال مواهب يقدر يطلعها الفريق الاول او يستثمر فيها من خلال بيعها، زي محمد صلاح وزي النني وزي لعيبه كتير قوي قدرت ان هي تفيد ناديها. تاني حاجه بقى المهم جدا، ان انا لما عرفت الحمد لله ان نادي المقاولين هيبقى بدون مقابل مادي او بدون استثمار، ساعتها ان انا اديكم فرصه ثانيه او اكون معاكم في الملعب، احاول ان انا اقدر اساعد بيها متابعيني واقدر اساعد بيها الناس حتى اللي ما بتتابعنيش. ان شاء الله باذن الله بعد العيد على طول هنزل لكم ميعاد اختبارات لنادي المقاولين، هتبقى من خلالي من خلال اكاديميتنا، وهتبقى في نادي المرج باذن الله بنسبه كبيره، فهقول لكم كل التفاصيل فيها. هحاول من خلال ان انا اكون متواجد معاكم في الملعب، احاول ان انا اديكم فرصتكم كامله، احاول ان انا انظم لكم تنظيم كويس بحيث ان انت تلعب وقت كافي. بس الاختيارات طبعا هترجع لنادي المقاولين والجهاز الفني لنادي المقاولين، دي خارج عن ارادتي، بس انا كل اللي اقدر اوفره لكم وقت كويس تقدر تتشاف فيه، الاختبارات منظمه تقدر تلعب كويس باريحيه، ابقى معاك في الملعب اطمنك. لو محتاج اي حاجه هتلاقيني موجود. كل اللي انت تعمله هتقول لي، انا من متابعينك كابتن اسلام ان شاء الله هحاول ان انا اساعدك باي طريقه من الطرق. لو انت عايزين نعمل الخطوه دي واكمل فيها واسعى فيها، اكتب لي في الكومنتات تحت، انا جاي انا معاك، وان شاء الله باذن الله تلاقي بعد العيد على طول ميعاد ليها. بس انت حاول تستعد كويس وحاول تاهل نفسك كويس. لو مش لاقي مكان تتمرن فيه تعالى اتمرن عندي في اكاديميه جولدن بوي، الارقام موجوده اهي، لازم تتمرن ما ينفعش تقعد خالص. فان شاء الله باذن الله خطوه تتم باذن الله تكون مفيده، ان شاء الله باذن الله الاقي مجموعه من اللعيبه تروح نادي المقاولين من خلال الاختبارات اللي انا هعملها وهنظمها باذن الله. دي كانت تاني نقطة، والنقطة المهمة إن شاء الله، وعايز رأيكم، اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم إذا كنت هتيجي ولا لا. لو هتيجي قول لي أنا معاك أنا جاي إن شاء الله. النقطة الأخيرة بقى وهي اختبارات نادي فيوتشر. اختبارات نادي فيوتشر عامل الاختبارات بدون أي سعر استمرار، الاختبارات مجانا، والمواليد المطلوبة من أول 2009 لحد 2016، من أول 2009 بس لحد 2016. الميزة إن الاختبارات بدون أي سعر استمارة، مش هتدفع ولا جنيه. الاختبارات تبقى الساعة 9 صباحا في ملعب الأسمرات في حي الأسمرات في المقطم. اختبارات قوية، نادي فيوتشر من الأندية الكويسة اللي بتدور على المواهب، ومن الأندية اللي بتسعى إن هي تلاقي مواهب، وعشان كده بيعملوا الاختبارات بدون أي مقابل مادي وتكون مجانا. فمن الاختبارات الكويسه برضو اللي انت ممكن تروحها لو انت قريب او من القاهره ممكن تروحها. فباذن الله باذن الله نشوف عدد كبير من الناس اللي بتتفرج عليا باذن الله في انديه وانديه كبيره كمان باذن الله. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني ان شاء الله باذن الله ارد عليك على طول. يا رب تكونوا استفدتوا، واستنوني في فيديو جديد. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لعب كره قدم، اشوفكم على خير والسلام عليكم.